لا انت فاكريننا ايه؟ مش تاكلها اكيد. مش حد تاني تدينا من بره وفيها حته مخاصي مخاصي بس بتاعت كانت حته الدهن اللي حوالين منها. متعب شربني شويه ميه يمكن تهري الدهون. اهلا بيكم في سلسله اللي على قديمه ربنا يديمه. ده بجد مش بنهزر، هنبتدي سلسله فيها مطاعم قديمه قوي. بما اني مدمن مشويات جيب محلات المشويات القديمه. يلا بينا نبتدي بشبرا مصر. وجبنا اوردر من كبابجي شاهين ب 3000 جنيه. الراجل ده من اكتر من 50 سنه وهو في شبرا في رود الفرج. بتاع زمان عارفين كيس كيس السلطه اللي هو تقطع تشفط تلاقي ميه نار لهب شويه حاجات. المهم كواليتي والطعم. يلا بينا. وعايز اقول لكم ان مكتوب كيلو الطرب وسعره 760 جنيه. هم واخدين خدمه توصيل ل 100 جنيه بس الاكل جاي ملهلب. في عيش بص شارب من الطربايه ده اوعى ترميه ده. ها ده تركن منظر طرب شهي يا ولاد اللذينه. وريني بصوا 100 جرام مش مشكله سعره كويس نفوت له ال 100 جرام بس ريحته. وبص اصلا الحته دي بص منظرها ياخدها. بص لو اختبرناه اختبار الكوليسترول تتفرتك. دهون هتنزل هتجري عليك. يا نهار ابيض يا ازاي هو جاي ملقلب هو سخن مولع كانه شوي قدام البيت. خشوا خلاص بقى. عايزين نشوف كده هو جايب لي عيش متحمر في حاجه. لا ده عيش هو حاطه كده في علبه كانه فاهم. انت هتفتح من جوه تلاقيه فاضي يعني مفيش حاجه. خدعه فاهم شويه. هو شامم ريحه الكفته عارف. قال لك ريحه الكفته قال لك عشمك. قال لك ده انا شميت ريحه الكفته. سبع الطرب لزليزه خالص. لزلوز ايه ده. بص ملزلزه ازاي بيطلع الدخان ده قدامك عشان مش قادر امسكه. بس الفكره فعلا بامانه الله ملهلب موت. هنا بقى بص هو جايب كيس طحينه كيس من بتاع زمان. احنا استخدمنا الاطباق من عندنا من شيرين بزون. طبعا نشكر شيرين بزون على الاطباق الجميله دي لازم نشكره. سقط كده يا لهوي يا جدعان. لنا كفته بتاع زمان قوي والتحبيشه بتاعت زمان. خش على بعض. وطلبنا برضك كيلو ريش على كباب كعاده هاني فود. انتوا عارفين ان هاني فود بيعشق المشويات. عارفين ولا مش عارفين؟ الناس اللي بتتفرج عليا عارفين يا جدعان ان انا بعشق الحاجات دي ولا لا؟ عروق فيليتو يا باشا موجوده وريشه بص ريشه بنت جنيه. ده عروسه. بص عظمتها ده كان خروف ايه ده كريم ده كان اللي هو بص يا جدع ده مش بالايد. بص يا اهو اخلي بس الصراحه يعني معلش انا اسف مش شكلها بايدي ليه. هي تكوس الريشه كده. بص ايه ده يا هن حلاوه بتاع ست وستك بتاع زمان. ارق ريشه كلتها في حياتي بأمانة الله. سكر ايه الدنيا. 670 قول 700 جرام لان ايه ضارب لي انا ريشه. بص ولاد الذين بص عشان خاطري. الريشه الصغننه دي القمر دي عارفين ان هي ايه. انت صغننه عندي. انت تتقتل في قطنه واحده. لهوي يما الريشه بقى حته الدهنه دي. الراجل ده بقى له كام سنه يا جدعان في رود الفرج؟ 50 سنه. 50 سنه بس 50 سنه برنس. 50 سنه بيتقى الله في اللحمه. الكباب لذيذه. انا طيب نص ريش ونص كباب بتلمع زي ما انا شايفها بعيني. هات يا عم بطبعه كده. هو كده لما اصلا لازم يشد سنه دي. هات يا عم نضرب كده في شويه طحينه. انا صحيح باكل كباب وفي مكتب محترم بس ده ما يمنعنيش ان انا اعمل الحركه دي. عارف انك ممكن تتضايق صح؟ كاسه كشري ممكن تتضايق. شو مضايق انت ايه مبسوط قوي ليه كده؟ قالنا كتير قوي يا لهوي. الكيس ده اللي كان بيتبعت لنا ايام ست وستك زمان لما يطلبوا مشويات. كيلو الكفته والريش اللي احنا خدناه دوت النص ب 490 جنيه. احنا جبنا نصين. انا بحب دايما اجيب نص ريش ونص كباب. هو المنظر هو مش عارف هو جاي سخن ملهلب ازاي يجي من شبرا لحد شيراتون واخد 100 جنيه توصيل عشان جايب طياره يعني ولا ايه؟ 865. ما هو الكيلو برضك الصراحه رخيص قوي يعني. بس تحس الكيس البتاع متحمر في حاجه صح؟ اللون ده مش لون بيلمع بطريقه تبتزك. اللحمه حمراء قوي. اللحمه حمراء موت. طرب برضه اصلا المكان ده انا سمعت انه كان متخصص كفته وطرب وريش فقط. أيوة. انا سمعت هو كان متخصص عشان كده بقول لك الريش جامده قوي عنده. هات رغيف بقى من اللي هو محمره في سمنه ولا هو ايه فاهم. هات يا عم ادي صبعايه وهات اللي احنا قطعناه عشان ما حدش يقول لك يا هاني فود ايه. شويه طحينه بردك
بص هو راسم على الشنطه ايه اصلا؟ راسم نار. راسم نار. شويه سلطه مجرمين قوي. الفرخه اخر حاجه معانا. قال لك انا بعمل فرخه تكه. حلويات اهو. هنخش فيه اهو. طبق الحلويات موجود. اصبر ثانيه واحده. ثانيه. قال لك انا هعمل فرخه تكه، لكن شيش مش جاي معايا. حاجه جايه سخنه ملهلبه. يا نهارك ليه؟ ده مندي ولا مش ولا ايه؟ انت شفت خدت بالك؟ انت خدت بالك ان هي اصلا بتدوب. انا اول ما اشوف فرخه مشويه بتدوب. وتقولي بتنبهر ليه هاني يا فول؟ الفراخ احلى فراخ كلتها بجد. لا فراخ مشويه جامده جامده جامده. بعيد عن هزارنا وضحكنا مع بعض، لا الفراخ عنده احسن من اي حاجه. الفراخ عنده مجرمه باينه. الفراخ عنده فراخ. انت عارف انت بتاكل فرخه بلدي بجد. انت بتاكل فرخه بلدي فاهم؟ الفراخ مجرمه. انا اختم بطبق الحلويات عشان هكمل دي لوحدي. خدنا طبق حلويات ب 190 جنيه. طبعا لو حد بيتفرج علينا من هم الناس اللي هي الجميله هيفتكر ان دي بسبوسه. ها ما يعرفش ان الحلويات بالنسبه للشعب المصري الحاجات اللي هي فاهم. ها دوني دي حاجات من القلب بقى. كبده فاهم. في حتت مخاصي باي. لا الحاجات دي ما تظهرش في الكاميرا. ناس مالهاش حته كبده ضاني بقى. مين اصلا بياكل الكبده الضاني بيحبها؟ انت ليك في القصه دي؟ انت عارف ان الكبده تعالي كوليسترول قوي جدا. مش هاكل كبده. الحاجات دي خالص. لا 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 لا. انت فاكريننا ايه؟ مش تاكلها اكيد. توقع. مش حد تاني؟ اهي. ايه دي بقى؟ ايه قليله الادب دي؟ على حته دهنه من بره وفيها حته دي ماشي خلاص مخاصي بس بتاعت لا ايه كانت حته الدهنه اللي حوالين منها. مش طعمها حلو. بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ متعب. شربني شويه ميه يمكن تهري الدهون. في نهايه الفيديو حابب اقول لكم ارقام الراجل لو انتوا عايزينه. اسمه شاهين بامانه الله. ده ما اعلان خالص يعني مش واخدين منهم حاجه ولا اي حاجه. ده ارقامه صح. المجرم وقليل الادب اللي هو طعم فظيع الريش قليله ايه ده. والفراخ بعديها طرب جامد. كفته حلو بس اطلب ريش وفراخ. اتصل دلوقتي حالا. اتفرج على الفيديو اتصل دلوقتي اطلب ريش وفراخ. قول هاني فوت قال لي كده هتستمتع. شويه كفته حلوين بردك كيلو ب 600 جنيه. ده احنا في عصر فاكر. راجع الفيديوهات القديمه حبيبي. يلا قول لي هاني مبروك على فرع الساحل. انت قلت لي قبل كده. قول تاني. هو حضرتك زهقان لما تتفرج عليا يبقى احنا بنحب بعض والدنيا لذيذه. فرع مدينه نصر كلها كام يوم. سلام.